بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه رأيكم بقى النهاردة كده نعمل اكل صحي؟ بس احنا هنكسر القاعدة. بدل ما احنا عارفين ان على طول الاكل الصحي بقى والاكل بتاع الدايت اكل مايع كده وملوش طعم، لا النهاردة هنعمله اكل صحي وفي نفس الوقت حاجة لذيذة وتفتح النفس. يلا بينا بقى على طول كده نبدأ في الوصفة بتاعتنا. بس يا ريت يا حبايبي اللي لسه ما اشتركش في القناة بتاعتي يشترك ويفعل الجرس للكل. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة على طول. مبدئيا كده اول حاجة عايزة تطلعي الفراخ بتاعتك مسكرة كده وريحتها في حتة تانية. اهم حاجة تظبطي الشوربة بتاعتك وتحبشيها كده بالحاجات اللي هقولك عليها. اول حاجة كده طبعا جزراية وطماطماية وعصير ليمونة، ومعاهم بقى فصين الحبهان وورقتين اللورة والملح والفلفل الأسمر. وحاجة بقى زيادة كده حطي رشة قرفة ورشة زنجبيل، دي بقى هتخليلك ريحة الشوربة بجد تحفة، ريحة وطعم ولون بجد بتفرق جدا في الشوربة. ظبطنا الشوربة بتاعتنا يبقى الأكل بتاعنا كله هيبقى مسكر وزي العسل. وبحط كمان معاهم مكعب مرق الدجاج. النهاردة بقى كده كان عندي الكوسة دي بس مش حابة اعملها طبيخ بقى والجو حر، قلت نعمل كده اكل صحي وفي نفس الوقت سهل وسريع، بس الاهم من ده كله يكون طعمه كويس طبعا. خرطت الكوسة بتاعتي وغسلتها وجبت كده بقى بصلتين قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده تقطيع عشوائي، اي تقطيع، احنا ما عندناش وقت، حاجة كده سريعة وفي نفس الوقت زي العسل. قطعت بصلتين ومعاهم كمان طماطميتين كده حمر، مش حابة تقطعي وحابة تعصريهم اعصريهم في الخلاط، انا ما عصرتش، انا قطعت البصل والطماطم. وكمان معايا بقى كده فص توم حطيته سليم زي ما هو علشان يا دوبك يستوي ناخد ريحته ونرميه. حطيت كمان معاهم قرنين فلفل حار كده، طبعا الاكل لما بيبقى حار بتفرق جدا في الاكله. مش حابة طبعا تخلي الاكل سبايسي، حطي فلفل بارد بس. وعلى فكرة يا بنات انا ما حطيتش اي دهون في الاكلة بتاعتنا النهاردة، اكتفيت بس بالدسم بتاع الشوربة. طبعا بقى نظبط الكلام ده بقى بشوية توابل كده حلوين ندلع الاكلة بتاعتنا. هو ايوه اكل صحي بس احنا عايزين طعمه حلو، ادلعه بقى بايه؟ حطي بقى كده نص معلقة 7 بهارات، نص معلقة فلفل اسمر، رشة زنجبيل، رشة قرفة، ونص معلقة ملح. ظبطي بقى كده الاكل بالتوابل اللي انت بتحبيها، كل البهارات اللي انت بتحبيها. قلبي بقى الخضار بتاعك ده في كل التوابل، خلي الخضار يشرب من التوابل بتاعتك. اديله تقليبه كده كويسة وانزل بقى عليه بالشوربة بتاعت الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، لسه ما تحطش على النار والريحة كانت تحفة. احطه على النار بقى وانزل كمان عليه بمكعب مرقة، احنا عايزين بقى الاكلة النهاردة تبقى زي العسل. نزلت عليها بمكعب مرق الدجاج ونسيبها بقى على النار تشتغل مع نفسها. انا عملت جنبهم رز بشعرية، بس طبعا انا مرضتش اسوي الرز ابو شعرية. الفراخ بتاعتنا اتسلقت، عندك صلصة مكرونة، عندك صلصة من بتاعة المحشي، عندك صلصة من اللي هي البطرمانات دي، خدي معلقتين صلصة كده وحطي عليهم شوية توابل من اللي انتي بتحبيها ومعلقة زيت. ادهني الفراخ بقى بتاعتك، مش هنحمر بقى في زيت، احنا عايزين بقى اكل صحي. انا بدهنها بقى كده بالصلصة دهنة كويسة من كل حتة، بيكون بقى طبعا مولعة الفرن يسخن، بحطها تحت الشواية مباشرة، تاخد بقى اللون القمر بقى تبقى زي المشوية كده وحاجة تحفة. احنا اتفقنا بقى هنعمل اكل صحي بس طبعا عايزين طعمه حلو، بس تدخليها بقى الفرن تطلع معاكي بقى حاجة كده بجد تحفة.
اتمنى تجربوا بقى الوصفة بتاعتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.